انا وانت وكل اللي بيلعبوا فيفا عارفين الترافيلا بتتشاط ازاي. بس ليه لما انت تعملها بتروح في المدرجات، ولما خصمك يعملها تزغرط في المقص؟ تعالوا بقى نحل اللغز ده من جذوره. بس قبل ما ندخل في الحلقة ما تنساش اللايك والاشتراك. كل فيديوهات اليوتيوب عربي اجنبي اسباني حتى بيقولوا نفس الكلام، اللاعب يكون بزاوية 45 ويدوس L2 وخلصنا. وانا بقى بعد اسابيع من التجارب والفضايح قررت اقول لك الخلاصة. اول غلطة بتعملها بتدوس على L2 دوسة سريعة، كأنك بتقول للكورة روحي يا اختي مكان ما انت عاوزة. L2 تفضل دايس عليها كأنك دايس على زرار الامان بتاع قنبلة، ما تسيبش ايدك من عليه لحد ما الكرة تسيب رجل اللاعب. تاني غلطة ما بتتحكمش في L3، مش كل مكان هتشوط منه هتفضل منشف ايدك على L3 في النص في اتجاه الجون، كده الكورة هتطلع مستقيمة والحارس هيمسكها بسهولة ويقولك ايه العبط ده. الصح يا صديقي توجه L3 لأقصى الزاوية البعيدة علشان الكورة تاخد كيرف وهي رايحة. تالت حاجة قوة الشوطة، تشوط 3 بارات ونص من 20 ل 25 متر، أقل من كده الحارس هيمسكها كأن ابن أخته اللي شايطها عليه، ولو أكتر من كده هتطلع على القمر الصناعي نايل سات. رابع حاجة التايم فينش. بص أنا عارف إنك أول ما بتسمع جملة تايم فينش بطنك بتكركب، بس صدقني دي أهم تايم فينش. مش لازم تتعلم كل التايم فينش لكل الشوطات، ركز بس في دي هتفرق معاك فرق خرافي. التلات تريكات اللي قلتهم لك من شوية تضمن لك الكورة من 60 ل 70%. مع التايم فينش كل كورة ترافيلا بجون، كل حاجة وليها أول مرة، ومش هتظبط من أول شوطة. ابدأ في التمرين، شوط 100 مرة واغلط في 99 مش مشكلة. بعد كده خش سكواد باتل، وبعدها على الرايفلز والفوت. كل مرة هتحس انك بتقرب لحد ما يجي اليوم تقول فيه انا مش عارف كنت بلعب ازاي قبل كده من غير الترافيلا. ايه الخلاصة يا صديقي؟ تفضل دايس على ال L2 علشان تعمل الترافيلا صح، وتوجه ال L3 لأقصى الزاوية البعيدة عشان تضمن ان الكورة تبقى مقوسة، والطلب بارات ونص في الشوطة عشان ترشق في المقص، والتايم فينش بعد كده يعني الجون. ولو عملت كل ده ومش ظابطة معاك افتح اعدادات الدراع وخليها على الشاشة قدامك، ولما تشوط غلط يبقى اعمل سيف للفيديو وروح اتفرج عليها شوف عملت ايه غلط. انا قعدت اسابيع الف على كل فيديو ممكن تشوفه، محدش شرح كده. دي مش معلومة سطحية، ده شرح ميكانيكس اللعبة زي ما هي، وده ممكن يكون المرجع الرئيسي ليك مش بس الفيفا 25، لأي نسخة هتنزل بعد كده، لأن التروفيلا هتبقى مهارة عندك اكتسبتها. لو الحلقة دي فرقت معاك فأنا استحق لايك محترم، ولو اشتركت في القناة تبقى أنت حبيب قلب العمو، وشير لأصحابك اللي بيشوطوا التروفيلا وتروح لحد خط التماس. ولو نفذت كل ده ولسه بتخبط في العارضة اكتب لي في الكومنت وانا هدخل العب معاك واعلمك الترافيلا كمان بنفسي. واستنى الحلقة الجاية علشان دي حلقة التايم فينش، يعني من الاخر هتحولك لماتادور ترافيلا. وسلام.